بسم الله الرحمن الرحيم. أترحم على أرواح الشهداء في سوريا من مدنيين وعسكريين، وأحيي شعب سوريا البطل، وأحيي جنود الجيش السوري الحر الذين يدافعون عن أهلهم وأرضهم بوجه النظام الهمجي الحاكم في سوريا، وأبارك لإخوتنا في ليبيا نصرهم وندعو لهم بالتوفيق. إنما صدر عن رأس النظام اللا شرعي من ادعاءات وتصريحات تدعو إلى السخرية لما فيها من تناقضات، فهو لا يهتم لدعوات الشعب بالرحيل ويتجاهلها، وأيضا يدعي أنه جاء إلى الحكم عن طريق انتخابات ودون تدخل خارجي. ألم تورث الحكم توريثا بدعم أمريكي وإسرائيلي، وها هو سيدك الأمريكي يسحب عنك الشرعية أيضا. ولكن الكلمة الآن للشعب السوري، وقد قالها كفى ارحل. لقد اكتفى الشعب السوري من إصلاحاتك المتمثلة بحصار المدن وقتل الأبرياء وهدم المساجد. 10 سنوات من الوعود الكاذبة، وحين ورثت الحكم تم تغيير فقرات الدستور بربع ساعة فقط. هل هذه شرعيتك؟ إن هذا النظام يكذب بكل شيء، ويرفض الانصياع لصوت الشعب وإرادته، ويرفض نداءات الدول الصديقة والشقيقة بوقف العنف والتنحي عن الحكم، ويصر على استعمال القوة العسكرية ضد المدني العزل، ولم يبقى نوع من الأسلحة لم يستخدمه سوى الطيران والأسلحة الكيميائية، وكأنه يلوح باستخدامها. أليس من المفروض أن تأخذ العبرة من مصير القذافي وتوقف القتل، لأن الشعب السوري لن يرحمك أبدا لما اقترفته يداك من جرائم، ويحملك الشعب السوري المسؤولية الكاملة عن كل قطرة دم تسيل في سوريا، كون الأوامر تصدر عنك شخصيا، ونحن متأكدين من ذلك. إخوتنا في القوات المسلحة السورية، ندعوكم لأخذ العبر مما حصل في ليبيا والكف عما تقومون به من أعمال، وأدعوكم للانشقاق عن هذا النظام والالتحاق بالجيش السوري الحر للوقوف بجانب أهلنا والدفاع عنهم، فسقوط هذا النظام أمر حتمي إن شاء الله، ولن يستمر الظالم بظلمه. عاشت سوريا حرة أبية، والنصر للشعب السوري البطل.